بند السباكه والكهرباء بالذات مفهومش هزار. هتقول لي هوفر والم الدنيا بالذات في البندين دول، يبقى انت جاي تهزر وانت اللي هتتعب بعدين. الخامات لازم تكون افضل حاجه، وتختار صنايعي كويس يحافظ لك على حاجتك وكمان يعملها لك كويس. وعشان كده هبدا باول حاجه، مواتير الميه، واقول لك على افضل شركه وازاي تختار الموديل المناسب للمبنى بتاعك. بدايه كده مش محتاج تجيب موتور ميه لو المبنى بتاعك او الفيلا بتاعتك تحت الدورين. وصلت للدور الثالث او اكتر يبقى انت محتاج موتور ضروري. ومن افضل الشركات اللي ممكن تتعامل معاها في مواتير الميه شركه كالبيدا الايطاليه، شركه محترمه جدا وهتاخد ضمان وموتور يعيش معاك العمر كله. انسى بقى الصيني وما تفكرش في التوفير دلوقتي خالص. قدره الموتور بتتقاس بالحصان، وكل ما كميه الميه اللي هيرفعها الموتور كترت في وقت قليل لازم قدره الموتور دي تبقى اعلى. ودي لسته بالموديلات اللي منزلها شركه كالبيدا السنه دي. هتشوف في الجدول ارتفاع المبنى بتاعك وقطر مواسير الصواعد اللي موجوده عندك او اللي حددها لك المهندس، وتختار الموديل المناسب للحاله بتاعتك. الاسعار مكتوبه وموجوده عندهم في الليسته بتاعتهم، تقدر تجيبها من الويب سايت بتاعهم عادي. بس بما ان الاسعار متغيره فما حبيتش انزلها خالص دلوقتي. وبالمناسبه ده مش اعلان، انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده.